هل انت تعرفي ان اول مليون هو اسهل مليون تقدري تحققيه وتعمليه لنفسك، وان في خطوه واحده واقفه ما بينك وما بين اول مليون وهنتكلم عنها في حلقه النهارده. اهلا بيكم في شيماء بزنس سكول. الخطوه اللي هنتكلم عليها النهارده هتساعدك كتير جدا ان انت تحققي اول مليون ليكي، وعشان اسهلها لكم انا هقسمها لكم ل3 نقاط وهديكم مثال على كل واحده. خلينا نتفق الاول لنجاح اي بيزنس ان انا محتاجه يكون عندي منتج رابح، واتكلمنا في الحلقه دي عن اهميه اختيار المنتج واديت لكم امثله على منتجات انا فعلا كنت ببيعها وكسبت منها فلوس كتيره جدا. فتاكدوا ان انتوا تتفرجوا على الحلقه دي بعد الفيديو ده. تاني حاجه محتاجين نعرفها ان الناس مش هتدفع لك في حاجه الا لما تكوني فعلا بتقدمي لهم منتج ذات قيمه او خدمه ذات قيمه. فمعروف كده ان الناس مش هتشتري منك غير ناس بتعرفك او ناس بتثق فيكي او ناس بتحبك او ناس فعلا محتاجه المنتج اللي انت بتقدميه او بالنسبه لهم مش عارفين يلاقوه في اي حته ثانيه. فالاول الناس بتستثمر او بتدفع لك بوقتهم، يعني الاول بيتفرجوا عليك وبيتابعوكي ويشوفوا فعلا الشخص اللي بيبيع المنتج ده هل هو عنده فعلا منتج ذات قيمه، ايه هي الريفيوز على المنتج بتاعه، هل هو فعلا صامد وعنده نشاط وفعلا يعني ظاهر على السوشيال ميديا او في كل حته ان هو بيبيع المنتج بتاعه بحماس ونشاط. فالناس في الاول هتستثمر او هتدفع لك بيه وقتها الاول ان هي تفضل تتابعك وتشوف المنتج بتاعك. يعني الناس مش بتشتري على طول، هي بتفضل تتابع الشخص الاول، بعد كده لما فعلا بيثقوا فيكي او يحسوا فعلا ان انت بتقدمي منتج ذات قيمه وبعد كده يقروا الريفيوز هيبداوا يشتروا المنتجات بتاعتك. ففي حلقه النهارده هنتكلم عن اهميه ان احنا نقسم اي هدف كبير عندنا في حياتنا. فانا لو هدفي اوصل لاول مليون اقسمه لخطوات صغيره. فمثلا انا لو عايزه اعمل مليون في السنه، اول حاجه هنتكلم عنها ابيع منتج، يكون عندي منتج اقدر ابيعه. هنقول مثلا ان المنتج بتاعي سعره 200، فانا محتاج كده ابيع ل 5000 شخص في السنه عشان اقدر اوصل لاول مليون. هنقول ان الرقم كبير جدا، 5000 شخص او عميل ابيع له على مدار السنه، ده رقم كبير. بس لما نيجي نقسمها هنحتاج ان احنا محتاجين نبيع في اليوم ل 13 شخص. طيب هنقول المنتج بتاعي مثلا سعره 1000، فانا محتاج ابيع ل 1000 شخص، فمعنى كده عشان اوصل للمليون اخر السنه فمعنى كده ان انا محتاج ان انا ابيع ل3 اشخاص كل يوم. طيب لو المنتج بتاعه سعره 2000 فانا محتاج ابيع ل 500 شخص، يعني انا محتاج كل يوم ابيع لشخصين وهكذا. فهديكم مثال على الموضوع ده. اللي متابعني عارف ان انا ببيع كتيب اسمه اسرار السفر الاقتصادي، بما ان انا فول تايم ترافلر وعندي خبره في السفر بقالي اكتر من 5 سنين واخر سنتين بقيت فول تايم ترافلر. فعملت كتيب كتبت فيه كل اسرار السفر والاساليب والاستراتيجيات اللي انا اتعلمتها في السفر، ساعدتني ان انا اسافر بميزانيه قليله جدا ومصروفي في السفر اقل من مصروفي في بلدي. الكتاب ده انا ببيعه مثلا ب$7. فلو قلنا ان انا كل يوم عندي 10 افراد من السوشيال ميديا بتوعي او العملاء بتوعي او الفولورز بتوعي بيشتروا 10 منه، فانا كده بعمل $70 في اليوم، ونضرب على مدار السنه فكده انا بحقق التارجت اللي انا حاطاه لنفسي. لو انا مثلا عايزه ازود الربح السنوي هعمل تارجت ان انا عايزه ابيع ل 20 شخص، فاعمل دعايه واتكلم عن البرودكت بتاعي اكتر من كده. فده مثال على ان انت يكون عندك منتج، بس مهم جدا ان انت تلاقي المنتج الرابح الصحيح. تاني حاجة ان انا ممكن ابيع خدمة شهرية او باشتراك شهري. يعني انا مثلا عندي قائمة عملاء فيهم 1000، قائمة عملاء 1000 شخص، تمام؟ فانا اعمل لهم اقدم لهم خدمة شهرية ان هم كل شهر بيدفعوا لي مبلغ مثلا $83، فكده انا بعمل في الشهر 83,000. فانا لو عندي 1000 شخص كل واحد فيهم بيديني $83 في الشهر، هعمل 83,000 اخر الشهر، هنضرب في 12 فكده انا وصلت للمليون في السنه. فنقول ان انا عندي قائمه عملاء فيهم 1000 شخص، بس ال1000 شخص ده انا محتاج كل واحد يدفع فيهم 83. على سبيل المثال اي عمله هنتكلم عن الدولار، هنقول ان كل واحد من العملاء اللي عندي يدفع 83، فدي سعر صغير جدا للشخص، بس في الاخر هيبقى مبلغ بالتراكم. مثال على الموضوع ده، اللي متابعني من فتره عارف ان انا بدرب يوجا. على سبيل المثال انا عندي باقتين، باقه شهريه وباقه كل 3 شهور، بس اللي بياخد باقه 3 شهور بيبقى سعر ديسكاونت، فانا بشجعهم اكتر ان هم يروحوا للباقه اللي فيها 3 شهور عشان انا استفيد وهم كمان يستفيدوا بالديسكاونت. فانا كده عندي خدمه بقدمها شهريه، كل شهر الناس بتدفع لي. الفكره كلها في تجميع العملاء عندك في الاول واحده واحده لغايه ما يعني احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا يكون عندنا 1000 شخص، بس بعد كده هتزيد كميه العملاء اللي عندك، وانت بتعملي مثلا انا على كلاس اليوجا بعمل 5 افراد في الكلاس وهكذا. فانا عندي خدمه بقدمها شهريه
ان انا كل شهر عارفه ان انا بيجي لي الباكج او المبلغ ده من الفلوس. واتكلمنا قبل كده عن اهميه ان يكون عندك مهاره. يعني انا بعتبر اليوجا دي احد المهارات اللي انا ما اتولدتش بيها، بس انا نميتها في نفسي. اخدت كورس يوجا عشان اقدر اعلم يوجا وانا بسافر حول انحاء العالم، فبقدر اعلم يوجا اونلاين. واتكلمت في الفيديو ده عن اهميه تنميه المهارات، فمحتاجين برضو ان انتوا تشوفوا الفيديو ده او تتابعوا سلسله شايما بزنس سكول كلها. ثالث حاجه ان انت ممكن يكون عندك خبره في حاجه معينه وانت بتقدمي عليها استشارات اونلاين. انا مثلا بقدم استشارات اونلاين للبنات سواء عن البيزنس او على العلاقات، بيدفعوا لي بمقابل مادي بالساعه. فانت لو عندك خبره في حاجه معينه، كلنا عندنا حاجه شاطرين فيها، فانت شوفي ايه هي خبرتك اللي انت بقالك مثلا اكتر من سنتين شغاله فيها، فانت بالخبره دي تقدري تبيعيها للناس ككونسلتيشن، تقدري تعملي استشارات للناس. انت شاطره في حاجه، انت بتعرفي تعملي حاجه معينه، فالناس تتصل بيكي او تستشيرك او تستعين بيكي ان انت تساعديهم ان انت تعملي لهم الحاجه دي، وفي المقابل بتاخدي مقابل مادي بالساعه. بس لازم تكتشفي فيكي ايه هي الخبره اللي عندك، ويكون اكتر يعني اكتر من سنتين. اقل من سنتين ما تكونش خبرتك كفايه في الحاجه، محتاجه ان انت يكون عندك خبره كبيره في حاجه معينه وتقدري تسوقي لها ان الناس ان انا عندي خبره في الموضوع ده اللي محتاجني يدفع لي بالساعه. وهتلاقوا انا حتى كمان انا عامله كده على الانستجرام بتاعي، اللي بيقدر يتواصل معايا بيحجز معايا استشاره اونلاين وبتكون بمقابل مادي مدفوع. ففي اكتر من طريقه تقدري تعملي منها مليون. احنا اتكلمنا على فكره بسيطه النهارده، ففي كل حلقه من حلقات شايما بزنس سكول بنتكلم على فكره من افكار البيزنس. فما تنسوش تتابعوني على الانستجرام وتشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده، واشوفكم في الفيديو ده.